السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن البنات اللي بحط صور مع الجوالات، خصوصا الصور الخاصة والعائلية. ولما تيجي تقول لحدا فيهم بتقول لك جوالي مغلق برقم سري ولا حدا بيقدر يفتح. اي دخيلة هو اللي عمل لك الرقم السري المخابرات الأمريكية. طيب معك علم انه اصغر محل جوالات في البلد بيقدر يفتح الرقم السري؟ والمشكلة الأكبر إن أول ما يعطل الجوال تاخد على المصلح، وكل الصور والفيديو الخاص في الجوال، وبعد ما يتصلح صاحب المحل بيسحب كل الصور والفيديوهات وينقلها على جواله. طبعا مش كل المحلات إلا غير صاحب المحل اللي مش محترم واللي ما عندوش شرف. بعديها بيبدأ الابتزاز وبيتصل عليكي عشان يهدد. يا اما بتعملي له اللي بده اياه يا اما راح ينشر صورك على الانترنت. وكثير من البنات بيستسلموا خايفين من الفضيحه. عشان هيك بنصح امسح صورك من الجوال وامسح اي شيء يتعلق فيك. حافظوا على شرفك وشرف اهلك قبل ما يفوت الاوان. ولو صار معك زي هيك اوعي تخافي. بلغ اهلك، بلغ الشرطه. المهم توعديني تمسح كل الصور بعد ما خلص كلام. بلاش يضيع جوالي وتبكي بدل الدموع دم وتقول يا ريتني سمعت الكلام. ساعتها ما راح ينفعك شيء. نصيحة واسمعيها واحكيها لأي واحد بتعز عليك. انشر هذا الفيديو عشان أختي وأختك، عشان بنات المسلمين. ويا رب نلتقي أنا وياكم في الجنة.